دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الشريك المنفذ تلف الخير للإغاثة الإنسانية. المرحلة الثانية ضمن مشروع الدخولات الغذائية الطارية، يتضمن المشروع توزيع 5040 سلة غذائية. وكيل محافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أشاد بالجهود الإنسانية والتدخلات المستمرة لمركز الملك سلمان في مختلف القطاعات ومنها الأمن الغذائي. نحن اليوم نستمر في تدشين السلة الغذائية للأشد فقرا من الفئات التي لم تستفد من المنحة التي أتت في أواخر شهر رمضان، وأيضا الأسماء التي سقطت من الغذاء العالمي. فشكرا لأخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان لما يقومون به من جهود إنسانية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن بشكل عام ومأرب بشكل خاص. مدير مكتب تلف الخير محسن الحضرمي أكد أن المشروع يستهدف الأسر الأشد ضعفا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ندشن اليوم مشروع المساعدات الطارئة الغذائية للدورة الثانية الذي نفذ في عدد من المحافظات من ضمنها محافظة مأرب. ندشن اليوم سيستفيد من هذه السلة حدود 5040 أسرة من 2 كرتون من هذه السلة التي ترونها أمامكم، وفق معايير تم إعدادها مع مركز الملك سلمان والسلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بالوحدة التنفيذية للنازحين. هذا المشروع الذي يأتي بتمويل مركز الملك سلمان تنفيذ إتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية، شاكرا لهم جهودهم، شاكرا للسلطة التنسيقات والتسهيلات التي تمت في هذه المحافظة. شكرا جزيلا. حضر تدشين مدير مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة عبد الرحمن الصيعري، ومسؤول الشؤون الإنسانية بمكتب الوتشا راشد الدبعي، والشيخ حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، ونائب مدير الوحدة التنفيذية الدكتور خالد الشقني. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.